عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة معانا وصفة جديدة من مطبخ ماما برضو، بس في اختلاف ان دودو اللي هتعمل لنا الوصفة النهاردة وانا اللي معاه. هنعمل النهاردة الحليب المكثف المحلى في البيت. هتبقى طريقته ازاي؟ هنشوف مع بعض اهوت المقادير. معانا كوبايتين لبن بودرة، اي نوع تحبوه بقى. اللبن بودرة كوبايتين، وكوبايتين سكر، وكوباية مية مغلية، ومعلقتين معلقتين الا ربع زبدة بدرجة حرارة الغرفة. طبعا الكميات يا يويو هتختلف لو انت عايزه تقللي او تزودي، بتضعفي بقى او بتقللي. السكر يا حبايب قلبي اللي هو السكر العادي بتاعنا خالص، اللي هو الحبيبات، مش البودره، يعني سكر حبيبات اهو. هنبدأ مع بعض بقى دلوقتي. دودو هتورينا هتعمله ازاي. هنبدا يا حبايب قلبي. هنحط الميه دي معايا كوبايه ميه مغليه، ماشي. هحطها الاول علشان تسهل لي الضرب. تاني حاجه هنزل بيها السكر، اهو، وانزل باللبن البودرة. طريقته سهلة جدا 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 وبتطلع ناجحة وبسيط. وعلى فكرة علب يا دودو الحليب المكثف دي غالية قوي قوي بره، وبتقدري تستخدميه في حاجات كتير بتبقي محتاجاها. احنا دلوقتي يعني هنعمله معاكم، وهنبقى ندخله في وصفات، يعني هو هيدخل في وصفات بعد كده. احلى بقى وصفة، ودي حاجة بقى يعني هتستغربوا جدا. وصفة السينابون ان شاء الله هنعمله معاكم، هينزل على القناة قريب. هتديكي طعم جميل جدا، وهتبقي مستغربة ان انت ما كلفكيش اي حاجة. والوصفات بتاعه السينابون معانا برضو بتبقى السينابون يا حبايب قلبي بيبقى الوصفات بتاعته صعبه، اللي هي الصوص بتاعه او التوبنج اللي بنحطه عليه. بالحليب المكثف هتستغربي السهوله هتتفاجئي معانا بقى في الفيديو. حاجه احنا بنحب نسهل عليكم والله كل حاجه، وما نصعبش حاجه، وكل حاجه تبقى رخيصه. اهو حطيت بقى الخلاط بتاعي، وهبدا اضرب كل المكونات. دودو بتضرب كده يا حبايب قلبي. خلاص تمام، كل الخليط معايا تجانس مع بعضه. ولازم يا جماعه افضل اضرب، ما اوقفش ضرب الا لما السكر معايا يدوب تماما. ما ينفعش ان انا السكر معايا يبقى ما دابش كويس، او ان هو لسه حبيبات، هيطلع معايا الحليب مش مظبوط، وهيبقى المكونات مش متجانسه مع بعض. وانا بصب اهو. بصوا قوامه يا جماعه، اهو ادي القوام اهو. شايفين ما شاء الله ما شاء الله، وشايفين الكميه. مش هو يا دودو لسه بيتقل لما بيتحط في التلاجة؟ طبعا انا ده قوام بعد ما اكون اول ضرباه، لكن اهو يا حبايب قلبي ده بعد ما خلصت ضرب. ده مش القوام اللي انا هستخدم فيه الحليب المكثف، لا طبعا. بعد ما بيبرد تماما واسيبه في التلاجة اقل حاجه 4 ساعات، يكون جاهز معايا ان انا اقدر استخدمه على الحلويات بتاعتي. مش هستخدمه زي ما قلت لكم قبل ال4 ساعات. شايفين القوام بتاعي اهو، ولكن بيتقل اكتر من كده. وان شاء الله بعد ال4 ساعات ما يعدوا في التلاجة هطلعه واصوره معاكم واوريكم القوام بقى عامل ازاي. وطبعا استنوا معايا الوصفات اللي هعملها بيها بالحليب المكثف ده. وده يعني موفر جدا وحلو وكل يعني، وحاجه مضمونه ومش عليها مواد حافظه زي اللي بنجيبه من السوبر ماركت. يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم اعملوا لي سبسكرايب ولايك كبير، وبألف هنا، وقولوا لي رايكم فيه في الكومنتات. باي. اهو يا حبايبي الحليب المكثف المحلى بعد ما طلع اهوت بعد ال4 ساعات. شوفوا قوامه بقى عامل ازاي، عامل زي اللي بنشتريه بالظبط من بره، وتقل زي ما انا قلت لكم. يعني ما بتحط في التلاجة بيتقل اهو. اعملنا لايك وقولنا رايك في الكومنتات لما تجربيه في حاجات عندك وفي الحلويات. باي باي.